هذه النافورة التي خصصت لتزيين مدخل مدينة حمام بوحجر بولاية عين تيموشنت لم يمر على افتتاحها أقل من 3 أشهر قبل أن تتعرض مستلزماتها الحديدية والنحاسية للسرقة، بعد أن أضحت ظاهرة سرقة الحديد والنحاس تسجل عودتها لتطال مختلف المنشآت. تعرض المدخل المدينة، نافورة المدينة للسرقة والتخريب من طرف أشخاص مجهولين. احنا كمجلس بلدي لمدينة حمام بوحجر نتأسف على هذا الحادثة اللي صارت من عند الناس اللي خربت استثمار الدولة. الدولة راه تستثمر في المدينة في البلديات تاعها. بلوعات مفقودة، قضبان مقطعة، ومداخل المرافق العمومية والحدائق سرقت أبوابها. لصوص يستهدفون كل ما هو حديدي أو نحاسي ليباع في السوق السوداء. هاد البالوعات انت كي راح تديهم ولا كي راح تسرق هاد الحديد، ولا اذا كان بالوعات راح تتسبب في فيضانات، اذا كان حديد كهرباء ولا راح تتسبب كذلك في قطع الكهرباء على خوتك وعلى الناس، وممكن يوصل ضرر حتى ليك انت من اجل شويه تاع مال، ولا وهي في الحقيقه لا هي من ناحيه الله سبحانه وتعالى ولا من ناحيه التبذير والفساد. حنا نتبنوا بلا ما نساو ان حتى القانون راه عنده اجراءات صارمه ضد هاد الناس اللي هم يقوموا بهذه التصرفات. بمقابل نشاط استفحل بمختلف الأحياء والمدن الجزائرية، تضرب المصالح الأمنية بيد من حديد لوضع حد لعصابات امتد نشاطها لعدة ولايات.